عايدة، في البداية أهلا وسهلا بك يعني معنا في الاستوديو. كيف تردين على أي من الفريقين، سواء من قال كان معك أو كان حتى ضدك؟ الله يحييك أستاذي، أنا أرد على الفريق الذي أيدني أن اختيار تأييدي كان في محله، فأنا شاعرة ومتواجدة منذ فترة طويلة، وأؤمن بأحقية المرأة الشاعرة أن تتنفس شعرا مثلها مثل الشاعر الرجل. أما بالنسبة للذين عارضوني، هو عرضوا الأمر الذي أستهجنه وأستقبحه هو أن أسفر وأتبرج وأترك الحجاب مقابل أن أظهر في هذه المحافل، فأنا أقول لهم لن أتخلى عن حجابي، وإنما هذا الحجاب هو ساتر لما أمرني الله سبحانه وتعالى بأن أستره من جسدي ومن وجهي، ولكنه لا يلغي فكري وإبداعي وعقلي. جميل، يعني أنت متمسكة بالإبداع الشعري وأيضا بالحجاب. متمسكة بالإبداع الشعري للمرأة المسلمة الشاعرة المبدعة التي لها ثوابت لا تحيد عنها ولا تتنازل عنها مقابل عرض من الدنيا زائل. جميل. طيب بالنسبة للمنافسة نفسها، كيف تجدين مشاركتك في شعر المليون؟ والله أنا لمست أني أخيف أخواني الشعراء بالقدر الذي أخاف منهم، فوجود امرأة شاعرة بينهم يعني أشار لي الكثير إنه يعني يمثل لهم حرجا إذا استطاعت هذه الشاعرة أن تتميز أو أن تنال بيرق شاعر المليون، وهذا ما أتمناه وأعمل له جاهدة. نعم، ولكن هل تخشين أن يكون تعاطف الجمهور بما يتعلق بالتصويت بناء على حجابك وليس على شعرك؟ أنا أقول لهم أعجبكم حجابي وهو شيء أراه أمرا عاديا. أنا خرجت من مجتمع متدين ومن أسرة متدينة ومن المدينة المنورة ومعروفة بحجاب نسائها، والحجاب ضعوه على جنب لأنه أساسي في حياتي وثابت، ولم أرتديه من أجل أن يؤيدوني، إنما أرجو منهم أن ينظروا إلى الشعر وإلى التمييز الشعري وإلى المقدرة الشعرية. ولكن عايدة، يعني في ظل هذه الضغوط التي تتعرضين لها، هل مثلا لديك مثلا دعم من خلال أسرتك، أسرة عايدة الجهني؟ نعم، أنا أسرتي يعني أسرة أدباء وشعراء، وجدت الحمد لله الدعم الشديد والتأييد الكبير منهم، والإيمان بموهبتي الشعرية وبقدرتي على المنافسة وبقدرتي على أن أحصل على بيرق شاعر المليون. تتوقعين أنك تحصلين على شعر البيرق؟ أستاذي، لقد دخلت في مضمار السباق مع شعراء عدة مرات وفزت بجوائز، آخرها جائزة فواصل السنوية الكبرى في عام 2005، جائزة أبها الثقافية في عام 1410، كرمت من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أطال الله عمره وطبع لي ديواني، وكتب مقدمة هذا الديوان وتنبأ في هذه المقدمة بأنني سوف أتفوق على الشعراء في يوم من الأيام، وأنا سوف أحقق نبوة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله إن شاء الله. طيب بما أننا نتحدث عن شعر المليون وعن الشعر، هل نستطيع سماع قصيدة ولو بسيطة من عايدة الجهني؟ القصيدة التي استهللت بها ظهوري الأول على مسرح شاطئ الراحة: ألا هبي بشعرك فانشدينا، ولا يمنعك لوم اللايمين، ولا يمنعك من بادت عزومه عن العليا، وعزمك مايلين، فلا والله ما للنفس حيلة بهذا الشعر حتى ما يبينا، وهل يقوى على نسيان غصنه حمام الدوح لو يبطي سجينا، فوالله ثم والله ثم والله ولو غضبت نفوس الحاقدين سأنشد ما حييت الناس شعري ليبقى الشعر حيا ما بقينا. سلامتكم. سلامتي، صح لسانك مثل ما يقولون عندنا في منطقة الخليج. ولكن سؤال أخير، يعني التهديدات هذه التي الانتقادات، يعني هل كانت فقط انتقادات مثلا شفهية أو من خلال كتابات عبر مواقع الانترنت، أم أنها تعدت إلى اتصالات هاتفية وتهديدات أكثر من ذلك؟ نعم، تعدت إلى اتصالات ورسائل بالجوال إلى أخي الكبير وإلى زوجي: كيف ترضون أن تقف ابنتكم وأختكم وزوجتكم في هذا الموقف المهين؟ وأنا أعتبر هذا الموقف هو موقف شرف وفخر وناموس على قولة البدو، وسوف لن أعود إلا وأنا أحمل بإذن الله بيرق شاعر المليون، وأحمل الفخر لقبيلة جهينة، وهي قبيلة لا تحتاج مثلا إلى شاعرة حتى ترفع من قدرها وقيمتها، في قبيلة معروفة ولله الحمد. نعم سيدتي الكريمة، أتمنى لك أن تحصلي على بيرق الشعر، تحصلي على الناموس. السيدة عايدة الجهني الشاعرة والكاتبة السعودية، وفالك البيرق إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. الله يسلمك. شكرا.